الفراعنة والدب الروسي. طبعا احنا عارفين ان روسيا بقالها كتير كان عندها ايقافات وبتاع ما بتلعبش بقالها سنين طويلة. يعني من تقريبا من 2020 21. فالتجربة يعني هنقول يعني تجربة متوسطة، يعني لما نجاملها تجربة متوسطة. يعني القصة كلها ان الفرق دي بيبقى عندها الاساسيات كويسة، فباستلام وتسليم، استلام وتسلم في كرة القدم. بس هنقول انها تجربة مفيدة لتجربة اللاعبين المصريين او السكواد اللي حسام حسن اختاره. واعتقد ان حسام حسن اصبح ناضجا بما يكفي ان يقود الفراعنة في كأس العالم 26. وكانت تغييرات ما اعتقدش ان هم كانوا 11، هي التغييرات كانت مفتوحة. انا حسيت ان حسام حسن غير يجي 30 واحد، انما هم التغييرات كانوا 11 يعني على مستوى التغيير. الفريق الروسي يعني لا يملك من كرة القدم الا اسمه فقط يعني، او تاريخه مع لعبة كرة القدم. فريق غاية يعني في السهولة واليسر، ملوش أنياب. أعتقد إن اللي كان بيلمع عمر مرموش، الولد عالمي يعني، كله كراته إيجابية وللأمام وفي اتجاه المرمى، زي كل اللعيبة العالميين أو المحترفين اللي بجد مش الربع محترف ولا نص محترف ويقعد يعيط وبتاع. الحدث الأبرز كان الهدف اللي جابه زيكو، اللي هو التغيير في الشوط الثاني. للأمانة زيكو هو ولد خطاف. كان بيلعب في غزل شبين، وبعدين انتقل لفريق حرس، ثم زد، ثم بيراميدز. ومن الناس اللي هم بيتعاملوا مع الكرة يجيبوا أهداف من أنصاف الفرص، أو يمكن يعني فرص معدومة، ومن الناس اللي بيحيوا الكور الميتة. بنقول لزيكو هي أول مباراة دولية يلعبها وأول هدف يجيبه، فهيسيب بالنسبة له ذكرى حلوة وذكرى جميلة للعيب. يعني هذه ذكرى مثالية للغاية مع لعيب في بداياته وأول مباراة يلعبها في تاريخه وأول هدف يجيبه، وكمان هو هدف الفوز على الدب الروسي. المباراة كانت بتلعب على استاد القاهرة في احتفالية جميلة في العيد، يعني كان بمثابة فسحة كروية للمصريين. الدخول طبعا كان مجاني. حسام وابراهيم استفادوا في انه يتفرج على اكبر قدر ممكن من اللاعبين، يعني هي دي الفايده الوحيده. وان الفريق المصري فاز بكاس هذه الميني بطوله اللي هي يعني ما تعتبرش بطوله ولا حاجه، بس ليها كاس وبتاع وليها اول وثاني. فمصر فازت بهذه الكاس، كاس العاصمه الجديده. كل منات طيبه يعني مش لازم نقول مبروك، مبروك خلاص. كل منات طيبه للفريق او للمنتخب المصري قبيل السفر مباشره الى امريكا، واللعب هناك مباراه وديه حقيقيه مع الفريق البرازيلي، حتى لو هيلعب بالاشبال. هتبقى تجربه ان شاء الله مفيده، وهيبان المستوى الحقيقي لمنتخبنا المصري. لكن فايدة هذه المباراة مع روسيا هو الاختيارات عند حسام حسن، وانه يتفرج بتمعن على كل لعيب عنده هو اختاره، واختاره ليه، وهيستمر معاه ولا لا.
كل الأمنيات الطيبة لفريقنا ومنتخبنا القومي. دائما يا رب مصر دائما في المقدمة مع بسواعد أولادها. سلام.